السلام عليكم. لو عندك مكنة كيمي زي دي الموديل بتاعها 5071، وفي موديل زيها بالظبط اسمه 5017. المكن ده من الجيل القديم، يعني المكن ده مثلا في السوق بقاله 7-8 سنين المكن ده. والمكن ده اقصد الجيل بتاعه، مش اللي بيستخدموه، لا، جيل الانتاج بتاعه. وكان بيستخدم بطاريات نيكل مش ليثيوم. البطارية الليثيوم احنا عارفين ان هي زي بطارية الهاتف المحمول، بتفضل وقت طويل شغالة، بعد ما تشحنها حوالي ساعة مثلا تديك زمن طويل في الشغل. اما دي عشان تشغلها نص ساعة بتفضل تشحنها 8 ساعات، يعني دي تحطها على الشاحن 8 ساعات تديك نص ساعة. الحاجات الليثيوم اللي زي دي كده تشحنها مثلا في وقت وجيز جدا زي مثلا ساعة تديك زي ساعة شغل، ساعة ونص تديك ساعة ونص شغل او اكتر. اما دي لا، بتيجي عند وقت دي تقعد وقت طويل جدا تشحن. طيب، وعلشان البطاريات بتاعتها من نيكل فبتتلف برضو، يعني بتكون معرضة للتلف. بطارياتها اهي بيبقى فيها البطاريتين دول على البوردة دي، وتشحنها بقى، تفضل تشحنها 8 ساعات. 8 ساعات شحن تديك نص ساعة عمل. لو المكنة بقى باظت منك والبطاريات تلفت، لا، عمر افتراضي كده وبتتلف، يعني بتقعد برضو بتشتغل معاك البطاريات دي حوالي مثلا سنتين ولا حاجة، سنتين، والمكنة ادائها يهبط بقى، تبقى عايزة بطاريات. ساعات مش بتلاقي البطاريات، ساعات تقول خلاص لا انا هجيب حاجة ليثيوم زي دي كده، زي الحاجات دي مثلا. لا، انا بقول لك ماشي، عايز تجيب حاجة بس ما ترميش دي، هاتها لي وانا احولها لك على الكهرباء المباشرة. هعمل لك لها السلك ده كده، هخرج لك منها السلك ده كده، واعمل لك في نهايته يو اس بي. يعني لو عندك سلكة شاحن الشحن بتاعها ضعيف شوية، هاتها لي وانا اعمل لك بيها المكنة. تمام. في نهايتها يو اس بي على ايه؟ رش شاحن، رش شاحن زي دي كده. هوصل كده المكنة بتشتغل معايا زي الفل، وعزم وقوة ايه ما اقولكش.